اخنوش المغاربه كيتيقوا في البحر اللي كيقولوا عليه غدار وما كيتيقوش فيك. هاد البنت اللي سميتها غزلان واللي كتعاني من اعاقه في رجليها من صغرها مشات غامرات وحرقات في لانشا وتاخت في البحر على انها تجلس في المغرب وتثق في الهضره اللي كتقولها ديال الدوله الاجتماعيه. هاد البنيته بحالها بحال ملايين المغاربه اللي باغيين يخرجوا برا البلاد، مشات ورغم انها تلفات في البحر مع الحراقه اللي معاها ودازت عليهم كحله، لكن ابتسامتها وهي كتدخل الاراضي الاسبانيه خلات صحافه العالم تساءل كيفاش هاد الضحكه كلها وهي داز عليها هاد الويل في البحر. حنا المغاربه عارفين علاش ديك الضحكه، حقاش السيده اخيرا حست انها خرجت من بلاد كيقول لهم رئيس حكومتها ان كل شيء متوفر وحنا دوله اجتماعيه والبطاله ما خصهاش، والحقيقه عكس كل حاجه كيقولها هذا الرئيس. السيده حست انها تاخذ في البحر وخا تلفوا، ولكن طلع معاهم راجل ووصلهم لاسبانيا وعرفت ان ثقتها في البحر الغدار كانت افضل من انها تثق كلام هذه الحكومه. المروكي هيا نطق دروك، هذا ود بلادك راه يكشف فيكم اللي راكم دايرين الزوم على الجزائر وعلى الجزائريين. شفت هذيك البنت ما عندهاش الرجلين وهربت من بلادكم، راك فاهم شاني باغي نقول لك؟ ما ملي ما عندهش الرجلين راه باغي يقلع، وما هذاك اللي عنده الرجلين ما نحكوش عليه.